السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. اهتزت ولاية الجلفة في الساعة الأخيرة على وقع خبر صادم وفاجأ أليمة بعد العثور على فتاتين جثث هامدة. وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 5 صباحا من أجل إسعاف فتاتين تبلغان 8 و11 سنة تعرضتا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون والمنبعث من المدفأة بمنطقة المرج بلدية ودائرة دار الشيوخ بولاية الجلفة. وللأسف خلف الحادث وفاة الضحيتين بعين المكان. تم تحويلهما إلى مصعد حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين ومستعملي الغاز.